صدقيني دي اجمل طواجن هتعمليها، وكل اللي هيدوقها هيسالك انت عاملاها ازاي، ولو عندك عزومه هتبهري بيها كل ضيوفك. الطواجن دي ولا هي مكرونه بشاميل ولا هي رز معمر، دي طواجن حلو. دي طواجن حلو. دي اجمل طواجن بطاطا ممكن تاكلوها في حياتكم. تعالوا نصلي على الحبيب ونشوف القصه بدات منين. الحكايه بدات معايا ب 3 كيلو من البطاطا، ولازم اختار البطاطا الحجم الكبير تكون ملحمه من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. وقبل ما ابدا الشغل بيها لازم انقعها في الميه لمده ساعتين، وبغير الميه عليها مرتين، بعد كده اسيبها تنشف خالص. الكميه دي عملت معايا عدد طواجن كبير جدا، مش الكميه دي بس، ودي كمان. انسب حاجه للطريقه بتاعتنا هي حجم البطاطا اللي بالحجم دون. تعالوا بقى نقشرها بمقشره البطاطس، ودي اسهل حاجه ممكن نقشر بيها. هقشر كل الكميه بتاعتنا وتطلع معانا نضيفه زي ما انتم شايفينها كده. نبتدي نقطعها حلقات او طرنشات. هقطع كل الكميه اللي موجوده عندي طرنشات زي ما انتم شايفينها كده. ويا ريت تكون الاحجام كلها متساويه عشان خاطر وقت التسويه، يعني عشان خاطر مفيش حاجه تستوي قبل التانيه. هقطع كل الكميه دي وننزل بيها في الحله. في الحله بتاعتنا هنزل بالكميه بتاعتنا اللي احنا قطعناها كلها، والشغل بتاعنا هيكون كله جوه الحله. هنزل هنا بحوالي نص كوبايه من السكر، اللي عايز يزود طبعا حسب هو راحته يعني، بس انا مش هزود عشان لسه هعمل كمان مهلبيه التوفي، وهنزل كمان عليها بالبشاميل، فالاتنين هيكون فيهم سكر. فبحاول اخف كميه السكر شويه. هسيبها على النار تستوي، هتاخد معايا بتاع حوالي نص ساعه. بعد كده هلاقيها بالمنظر دون. بهرست البطاطس بتاعتنا نبتدي نهرسها كويس جدا، مش عايز فيها اي تكتلات. لو عندك هاند بلندر هيكون افضل كمان، او ممكن نطحنها في الكبه. بعد كده هنزل عليها بشويه من السودان المجروش، بيخلط طعم جميل جدا في حته تسعه. انا مش عارف ايه الحته التسعه دي، انا سمعتهم بيقولوا كده وخلاص. بعد كده هنزل بالفانيليا واقلب كل الخليط ده مع بعضه واطفي النار عليه. هركنه على جنب لحد ما يبرد تماما. بعد كده هنعمل بقى صوص البشاميل الجميل بتاعنا المسكر. بعديها هنعمل مهلبيه بطعم التوفي، هتكون جميله جدا. انا هنا نزلت بمعلقتين من السمنه، بعد كده نزلت بمعلقتين من الدقيق، وهسيبهم يتقلبوا مع بعض كويس لحد ما الدقيق بتاعنا يحمر. انا هنا طبعا غلطت، انا استعملت المضرب ده مع الطاسه دي. كان المفروض ان انا استعمل المضرب السيليكون، بس انا ما خدتش بالي. وكويس ان المدام ما شافتنيش. هنزل بعد كده بنص لتر من الحليب على الخليط بتاعنا. انا مش هعمل كميه كبيره، يا دوبك انا هغطي الوش بتاع طاجن البطاطا بس. هفضل اقلب فيه بالطريقه دي لحد ما الاقي القوام بتاعه تقل معانا. هي نفس طريقه البشاميل العاديه بتاعتنا جدا، بس بنخليه خفيف شويه. بعد كده هنزل عليه بالسكر بتاعنا. التحليه دي بقى حسب ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عايزين سكروه. انا هنا النص لتر ده حطيت عليه حوالي معلقتين كبار من السكر، واللي بيديله الطعم الجميل والريحه المميزه هي شويه الفانيليا. هقلب كل الكلام الجميل ده على النار، والموضوع مش هياخد 5 دقايق وهتلاقي القوام بتاعه ابتدى يتقل. خلوا بقى القوام بتاعه مش تقيل قوي، خلوه خفيف بالمنظر اللي انتوا شايفينه دون، لان هو لسه هيخش الفرن، ولما يخش الفرن طبعا هيتقل معانا تاني. فانا مش عايز طبقه البشاميل تكون تقيله قوي. طبعا بقى هنعمل الاختبار بتاع البشاميل، ما دام صباعنا كده علم يبقى كده البشاميل بتاعنا جاهز. تعالوا بقى نعمل صوص التوفي او مهلبيه التوفي. هي طعمها قريب من الدانت، هي جميله جدا في الطعم بصراحه. هنا هستخدم حوالي معلقتين كبار من السكر. هسيبهم على النار لحد ما يتكرملوا، وخلي النار بتاعتنا واطيه، ما تعليش النار. اول ما الاقي الحروف بتاعتنا كرملت بالمنظر دون هبتدي اقلب كده على طول. وخلي بالك عشان خاطر الكراميل بيتحرق بسرعه. شعره بسيطه جدا وممكن يمرر منك. انا بشتغل والنار هاديه جدا عشان خاطر ما يتحرقش مننا. هفضل اقلب فيه بالراحه كده لحد ما كل حبيبات السكر تتكرمل معايا. انا كده وصلت لدرجه لون جميله جدا، مش محتاج ان انا اغمق عن كده. هنزل بعد كده بنص لتر الحليب اللي كان فاضل معانا. هننزل بالراحه وخلي بالكم من البخار اللي طالع عشان خاطر بيكون سخن جدا. هيكتل معانا بعد كده مع التقليب هيفك، ما تقلقيش من اي حاجه. بعد كده هنزل بنص كوبايه من الحليب عليها معلقتين من النشا، واقلبهم كده بالطريقه دي كاننا بنعمل مهلبيه بالظبط. اهم حاجه في المرحله دي ما تبطليش تقليب، عشان لو بطلنا تقليب هتكلكع منك وهتخرز مننا. نفضل نقلب لحد ما نوصل للقوام بتاعنا مظبوط. انا بالنسبه لي القوام بتاعها كده تمام، لان لسه هتتقل تاني. هبتدي بقى نجمع كل الكلام الجميل اللي احنا عملناه دون، وهنجيب الطواجن وندهنها زبده او ندهنها سمنه بلدي لو متوفره عندنا. اهم حاجه نبطنها كويس جدا. انا طبعا كل الكميه اللي موجوده دي انا دهنتها قبل كده. هبتدي اجيب بقى البطاطا بتاعتنا بعد ما بردت وارصها بالطريقه دي. بس مش هوصل لاخر الطاجن، هسيب الطاجن كده فيه بتاع حوالي 2 سم لفوق، عشان خاطر فيه لسه المهلبيه الضانت بتاعتنا، ولسه كمان فيه صوص البشاميل، ولما بيدخل الفرن بيفور. فعشان كده لازم اسيب مسافه كويسه جدا في الطاجن من فوق. هساوي البطاطا بتاعتنا واكبسها كويس جدا واسويها، وهنزل معانا باول طبقه اللي هي المهلبيه الضانت بتاعتنا. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ لما ابتدت تبرد تقلت شويه، واتاكد ان هي اتوزعت كويس جدا. هحرك الطاجن عشان خاطر اتاكد ان كل الجناب وصل لها الصوص. بعد كده هنزل عليها بصوص البشاميل، وزي ما اتفقنا مش هنوصل البشاميل لحد الاخر. الطاجن بتاعنا ده كده خلاص تمام. هبتدي بقى ارص بقيه الطواجن بتاعتنا وادخلها على الفرن. الفرن بتاعنا هكون مسخنه قبليها بحوالي 10 دقايق، يكون سخن كويس جدا. وهبتدي ادخل الطواجن دي، مش هتاخد معايا في الفرن اكتر من نص ساعه. لو لقيت الوش بتاعها لسه محمرش ممكن نولع عليها الشوايه بالظبط لمده دقيقتين. هيحمر بسرعه جدا ويطلع معانا بالجمال ده كله. شايفين الطعام عامل ازاي؟ الشكل كفيل لوحده ان هو يدل على طعمه عامل ازاي. الاكله دي لازم تتاكل بارده، يعني بعد ما تبرد، بعد ما تطلع من الفرن هسيبها تبرد وادخلها التلاجة لتاني يوم. ده كده بالظبط تاني يوم. تعالوا بقى ندوق الطعم ونشوف الدنيا عامله ازاي. هجيب المعلقه بتاعتنا وندوق الطعم ونشوف الطبقات اللي احنا عملناها.
اهم حاجه تنزل بالمعلقه وتشيل كل الطبقات، طبقه البطاطا وطبقه البشاميل وطبقه الدانت. بيتهيألي واضح قدامكم كده شكل الطبقات متماسكه ازاي. تعالوا بقى نسمي الله وندوق. ما شاء الله الطعم طالع تحفه. شايفين الطبقه عامله ازاي؟ شايفين طبقه البشاميل اللي عامله ازاي؟ جميله جدا. الوصفه دي شتويه، دايما بيطلبوها مني في البيت، مغذيه جدا وجميله. جربوها في البيت عندكم، بصراحه اولادكم مش هيبطلوا يطلبوها. كده انا خلصت الوصفه بتاعتي واقدر اقول لكم مع السلامه.